تعلمتي البرمجة ولكن باقي تالف واخا أنت تعلمتي هاد المهارات، فكيفاش تقدر تحولهم لمصدر ربح؟ هذه من جهة، ومن جهة أخرى كاينين الناس اللي كيحسوا براسهم عاجزين أنهم يخدموا على مشاريع حقيقية، يعني كيقدروا يخدموا على دوك المشاريع الفيرتويال اللي كيخدموهم وهما كيتعلموا، ولكن كيحسوا بعدم الثقة ملي كيجيو يخدموا على مشاريع واقعية مع ناس ودي كليون حقيقيين. فإلا كان هذا هو الإحساس ديالك أنت في هذا الفيديو ليك، فحاول تبع معايا في هذا الفيديو هذا حتى الاخر، تصنت نصائح اللي غادي نعطيك باش ان شاء الله يعاونوك وتستافد منهم. فقبل ما نبداو، الا كان كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى تبغى نكملوا في هذه النقاشات هادو، تفاعل مع الفيديو بالطريقه اللي بغيتي، لايك وسبسكرايب، ولا خلي الكومنت ديالك الا كان عندك شي اضافه او شي سؤال بغيتي تخليه ليا، وبارطاجي الفيديو مع الناس اللي يقدروا يكونوا انتريسي بهذا الموضوع. يلا نبدا. فاولا غنبغي نهضر على مرحله بناء المشاريع، نعطيكم فيها نصائح عامه عاد نشوفوا كيفاش تربح من هذه المهارات هادو. فبزاف الاخطاء اللي كنشوف المبتدئين كيديروهم هي انه بعض المرات كيكون كيتعلم واحد المهاره باغي يحولها لمصدر ربح، فكيمشي مثلا كيبغي يتعلم جافا، بايثون او ايا كان ديك اللونغاج، وكيغطس في لي ديتاي بزاف. فنصيحه مني ليك، ما تغطش في لي ديتاي حتى تعرف النوع ديال لي بروجي اللي بغيتي تبدا تخدم. مثلا اللي كيتعلموا بايثون بهدف انهم يخدموا الاي اي والماشين ليرنين، فخاصك تتعلم فقط لي باز وتحبس. ابخي غتشوف التولز اللي غادي تحتاج في بايثون باش تكمل هذوك التاسكس وتبدا تتعلمهم. ما تغطش، ما تفوتش لي باز. مثلا الا بغيتي تتعلم البايثون باش تخدم بفلاسك ولا باش تخدم بفلاتر، فحدد من الاول، عاد ديك الساعات شوف لي ديتاي. فما تدخلش لي ديتاي ديال حتى شي لغه حتى تكون حددتي النوع ديال المشاريع اللي انت باغي تبدا تخدم عليهم. دابا دزنا للمرحله الثانيه، واخا حنا تعلمنا لي باز، خدمنا مشاريع باش نتعلموا مشاريع وهميه، دابا بغيت نتعلم كيفاش نقدر نبني مشاريع حقيقيه. فما غاديش نتعمق بزاف، غنعطيكم نصائح عامه غادي تفيدكم ان شاء الله باش ندوزو للب الموضوع. فالا بغيتي تخدم على مشاريع حقيقيه، الخطا اللي كيديروه المبتدئين بزاف هو انهم كيبداو يدخلوا لي ديتاي ديال المشروع وما باقي ما قادوش البروتوتايب. يعني مثلا شي واحد غيخدم موقع، مثلا شي كلاينت او ايا كان داك البروجي كما كان. تخيل معايا مثلا هذا الموقع هذا مثلا غيقاد ليه الناف بار. الناف بار هي ديك النافيغيشن بار اللي كتكون في الفوق ديال الويب سايت. هذيك غيدوز فيها مثلا نهار ولا يومين بوحدها، خصو يقادها يردها بيرفكت، تيقادها مزيان، عادي يمشي للسكشن اللي موراها، تيقادها مزيان، عادي يمشي للسكشن اللي موراها. ولكن راه لي بروجي في العالم الحقيقي ما كنخدموهمش بهذا الشكل هذا. اولا خاص تقاد واحد السكتش، يعني بحال كترسم، كتقاد غير واحد السكتش، غير كتخربق، ما كتفيني حتى شي حاجه، كتقاد الهيكل العظمي نقدروا نقولوا ولا السكيلتون ديال الويب سايت ديالك او البروجي ديالك. منين كتقادو عاد كتبدا دير الفيتشرز ديالك، تقاد الناف بار، تقاد السيكشن، ولكن ما كتضيع الوقت في حتى شي حاجه، غير كتقادهم غير مبدئيا. منين كتكملهم كدير فقط كتشوف الفيتشرز المهمين، شنو الحاجات الاساسيه اللي خصهم يكونوا في هذا الويب سايت هذا ولا في هذا البروجي، كتركز عليهم من الاولين حتى كتقادهم، كتكون كملتي البروتوتايب ديالك. الا كان الكليون عاجبو الحال وصافي تنتهي حتى تيبان ان البروتوتايب كمل، عاد كتبدا تمشي وكتشوف لي ديتاي وكتبدا ديك الساعات تكبر في الفيتشرز اللي عندك في هذيك البلاتفورم ولا في الويب سايت اللي كتقاد. نركزوا على هاد الثلاثه ديال لي زيتاب. اولا كنديروا السكتش ديال البروجي، موراها كنقادوا الانيشال بروتوتايب، كنقادوا البروتوتايب الاولي. ديك الساعات الكلاينت يقدر يقول لك الا كان شي موديفيكاسيون خاصك تزيدها ولا تنقصها. ذن مورا ما تقاد البروتوتايب عاد كتبدا تاكستندي هذاك البروتوتايب باش تردو واحد ديليفربل برودكت، يعني واحد برودوي اللي تقدر ديليفريه الكليون، سواء كان داك الكليون واحد غيشريه من عندك او لا يوزر غادي يستخدم هذيك البلاتفورم. ونصيحه اخرى، ملي تكون كتخدم على البروجي ديالك ديما خلي الباب باش تقدر تزيد تطورو. يعني ما تكتبش واحد الكود اللي بحال كتكتب بفوتر في ورقه، يعني ما تقدرش تموديفيه من بعد. ديما دير بحال كترسم بقلم، ديما خلي الخيار ديال انك الا بغيتي تموديفي او لا تزيد او لا تنقص شي حاجه من داك الويب سايت ولا من داك البروجي. انا دابا كنعطي مثال بويب سايت، ولكن كنهضر على جميع انواع ديال لي بروجي تكون قادر تموديفيه بسهوله. صافي طولنا في هاد النقاط هادو، اجي دابا ندوزو لمرحله الربح. تعلمتي المهاره، تعلمتي التكنولوجي ديالك، تقدر تبني دي بروجي، دي بلاتفورم اي ولا يعني داتا ساينس ولا ايا كان النوع ديال داكشي اللي غادي تبغي دير.
صافي ضبطتي هاد الشي كامل، كيفاش تقدر تحوّل هاد المهارة هادي لواحد الربح ملموس؟ وهذه هي النقطة اللي كيوحلوا فيها بزاف ديال الناس. فأولًا غادي نبغيك تفتح معايا عقلك وتتبع معايا مزيان. أولًا غادي نبغيك تقتنع وتقبّل الفكرة ديال أنه ما كاينش واحد الtemplate واضح باش تقدر تربح ودير الدخل من هاداك المهارة ديالك. هذه بزاف الناس كيضيعوا وقت بزاف باش يتقبلوها، يعني ما كاينش واحد الtemplate واضح غتدخل عندي غنقول لك شوف دير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي وصافي غادي تبدا تدخل، ماشي بحال غادي تبيع الIPTV ولا شي حاجة، الأمور ما كتمشيش بحال هكا. فما تضيعش وقت بزاف وأنت كتقلب على هذاك الpattern وهذاك الtemplate اللي ما غاديش تلقاه غالبًا sur internet وما غاديش تلقاه حتى في الدورات المدفوعة. فتقبل هذه الفكرة، une fois غتقبلها غتكون درتي الخطوة الأولى باش أنك تبدا تخدم مع دي كليون وتدخل أرباح. واخا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النصيحة الجوهرية اللي غنبغي نعطيكم هي أنه شوف الماركت، مشي للبلايص اللي ما فيهمش المنافسة. بمعنى كاين اللي غيبغي يبدا يدخل أرباح، فشنو غادي يدير؟ غيمشي غيفكر أنه يبني واحد الساس وغيريسكي بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الفلوس. داك الساس ممكن ينجح ممكن ما ينجحش، ولكن الريسك مانجمنت ديال هذاك البرودوي ديالك راه الريسك كبير بزاف. علاش؟ انت زيرو درهم باقي ما عندكش ارباح اللي غيكوفريو لك الخسائر وكاو خسرتي مثلا فلوس على الاي بي ايز ايتترا والوقت ديال الديفلوبمون. يعني انت ما عندكش الوقت بزاف، مثلا انت طالب او لا يلاه تخرجتي فالوقت عندك شويه مزير، فكتانفيستي بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الفلوس على واحد الفكره ديال الساس. ومني كنهضروا على ساس فكنهضروا على واحد الكومبيتيسيون يعني مع الانترنت كامل، كلشي باغي يبيع. فانت من الاول كتدخل في واحد المنافسه شرسه باكسبيرينس قليله. فما كنصحكمش تبداو تدخلوا بهذا النوع ديال الريسكس. فالبديل حاول تشوف النيتوركس اللي فيهم منافسه قليله وكيكون سهل عليك انك تكسب الثقه ديال الكلاينت. يعني خاصك تشوف في لونتوراج ديالك هو الاول، حل عينيك مزيان، شوف الناس اللي حواليك، الناس اللي عندهم دي بروجي، سواء في العائله ديالك، سواء في العائله البعيده ديالك، سواء في الاصدقاء ديالك، سواء في السيركل اللي غير مثلا في الحومه ديالكم اولا. المهم في لونتوراج ديالك الناس اللي عندهم دي بروبليم اللي تقدر انت تحلهم باستخدام المهاره ديالك. تو سامبلومون شوف حواليك، شوف لونفيرونمون ديالك، شوف الناس اللي عندهم مشاكل اللي تقدر تحلهم نتايا. مثلا شي واحد عنده شي ميني سوبر ماركت وتقدر تقاد انت شي سيستيم ديال الماناجمنت وتجيب له دير له انستالاسيون ايتترا ايا كان. المهم عنده هو شي مشكل، انت غادي تعاونو بواحد الثمن اللي غيكون مناسب ليه ومناسب ليك نتايا، لان انت الهدف ديالك الاولي هو انك تمشي من 0 درهم مثلا بضعه الاف من الدراهم. هذا هو الغرض ديالك الاولي. من بعد كنمشيو ستيب باي ستيب. منين كتبدا تبيع لي كليون اللي قراب ليك وكيولي عندك واحد المصدر ديال الدخل اللي يقدر يكون متواضع، ديك الساعه كتقدر تبازي على هذاك الشيء الاكسبيريونس اللي جمعتيها والفلوس اللي جمعتيهم. ديك الساعه تقدر تانفيستي في شي حاجه اللي كبر ولكن ما تكون كبيره بزاف، تكون كبيره بشويه على داك الشيء اللي كنتي كتخدم. فضلا على انه هادوك الناس اللي خدمتي معاهم الا كسبتي الثقه ديالهم فكيقدروا يكونوا زبائن اللي غيكملوا معاك من بعد، او لا كاع يقدروا هما يقترحوك على ناس اخرين. فداك الغيزو ديالك كيبدا كيكبر وانت كتكتسب في الاكسبيريونس والناس كيكتسبوا الثقه فيك. فهذه هي الطريقه اللي جربتها والناس اللي معايا اللي زعما كانوا في السيركل ديالي جربوها، خدمات معاهم مزيان. فخاصك فقط الكونسيستنسي وتختار الماركت او لا تختار المارشي اللي غادي تخدم فيه مزيان. ماشي من الاول تمشي تبدا تخدم في المنافسه طالعه، هذا غلط. يقدر اما يفيدك بزاف او لا غادي يهرسك وغادي يحبس لك داك ستارت اب ديالك نتايا. فهادو هما النصائح اللي بغيت نقدمهم لكم. الا عجبكم هاد النصائح هادو او لا كانت شي نصيحه تبغوا الناس اللي عندهم اكسبيرينس يبغيو يقدموها للناس المبتدئين ونسيت ما قلتهاش، يخليوها لهم في الكومنتس. والا كان عندك شي سؤال خليه لي حتى هو في الكومنتس ونشوفكم ان شاء الله السيمانه الجايه. السلام عليكم.